السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال والأحوال؟ إن شاء الله كم بألف خير، تسلموا كتير ويديكم العافية. الحمد لله، تسلموا كتير يا رب. اليوم يا إخواننا جيناكم بطريقة جديدة اللي هي ملاح الكركنجي، وبطريقتنا السودانية البسيطة نوصف لكم. والمقادير طبعا موجودة في كل ست بيت عندها لا موجودة. نقول لكم يا إخواننا، هو الكركنجي ده هو الصفق بتاع الكركديه. صفق الكركديه أهلنا في السودان بيجففوه وبيعملوه ملاح، وفي ناس بيعملوه طبعا فريش أخضر على حسب اللي عندهم، لكن احنا هنا يعني ما موجود عندنا، عشان كده بيجيبوه لنا جاف كده بنفس الشكل ده. وبعد ده يا اخوانا نوريكم المكونات حقته ونقول بسم الله. اول شي عندنا هنا يا اخوانا 5 قطعات بتاعت بصلة، عندي هنا 25 جرام من اللحمة، عندي هنا الزيت، عندنا هنا الصلصة، صلصة الطماطم او معجون الطماطم، عندنا هنا ياهود الكركنجي، عندي هنا ملح، عندنا هنا توم، عندنا هنا الدقوة، هنا عندي بهارات مسحونة، كزبرة ناشفة، عندي فلفل، كمبة أسود، وعندنا العرق الأحمر. ونبدأ معاكم الطريقة ونقول بسم الله. وأول شي ناخد الزيت في النار. بعد يا إخواننا ما الحلة سخنت نقوم نضيف الزيت حقنا. بسم الله. طبعا الكركنجي يا إخواننا بيحتاج لزيت، لأنه هو البصل حقه لازم يصفر، يكون لونه ذهبي كده، تصفريه لونه يكون ذهبي حلو. بعد ما الزيت سخن نضيف البصلة. بسم الله. طبعا بيحبوه اخواننا التشادين شديد، ربنا يحفظهم ان شاء الله في اي مكان، ما شاء الله اكلاتهم حلوة شديد برضو. صفر البصلة ونرجع لكم اخواننا. بعد ما البصل حقتنا خلاص اتصفرت لونها بقى كده، نبدأ اللحمة صدمة في الزيت، نقلبه نقلب شوية. بعد كده نضيف الملح، بعد ما خليناها اخد الصدمة كويس اللحمة. بعد كده نضيف الموية. بسم الله. على حسب اللي بتنجض اللحمة، ما بنكب موية كتيرة عشان اللحمة حقتنا تنجض. على حسب يا اخواننا الزمن اللي انت بتدي له اللحمة حقتك تنجض بيها. بعد كده نقوم نضيف العرق الأحمر، ده العرق الأحمر حقنا، نقوم نرميه ونقفل الحلة ونخلي اللحمة تستوي. بعد ذاك نرجع له. بعد كده عندنا البصلة دابت، بسم الله. شايفين البصلة دايبة كويسة ما شاء الله. لحمتنا برضه نضت. بعد كده نضيف عليها معجون الطماطم او الصلصة. بسم الله. نضيف الكمبة الأسود هذا،
لأن الكمبة جبال لو أديته له في البداية الكمبة بدوب مع البصل، لأنه هو عرق بيتفتت بيفتح سريع يعني. عشان كده على بال إنه الحاجات دي تستوي، الدكوة كلها يعني تتجانس مع بعض، خلاص على بال الصلصة برضو تاخد وش شوية، بتكون إنه الكمبة ذاته يستوي يعني. الكمبة بيستوي سريع. أنا طبعا مهدية النار للآخر عشان اللحمة تاني ما تتقطع معي، لأن ما فاضل حاجة. الحاجات التانية دي كلها شنو سهلة وسريعة، عشان كده هديت النار للآخر يعني. أقوم عليها شوية. بعد كده نضيف عليه الدكوة أو زبدة الفول السوداني، يعني كلكم طبعا بتعرفوها. بسم الله. تكون نظيفة كلها. طبعا في ناس بياكلوه بالرز وفي ناس بياكلوه بالعصيدة. انا غايته بحبه بالاتنين، كده كده ما فارقة معي يعني، لو بالرز باكل ولو بالعصيدة باكله. يوم برضو يا اخواننا حوصف لكم طريقة العصيدة حقتنا السودانية كيف بيعملوها، كيف بالطريقة حقتنا قبل رمضان ان شاء الله. ربنا يحيينا ويبلغنا ان شاء الله. ورجب برضو ما شاء الله يعني هسي خلاص خش عندنا ما شاء الله ايام الرجبية دي. اللي عنده رجبية اخواننا في صومة، ربنا يقدرنا ان شاء الله يا رب على عمل الخير يا رب العالمين. ربنا يسهل لكل انسان يا رب العالمين، ويستر اهلنا يا رب العالمين، ويحفظ كل البلاد المسلمين يا رب. المشاكل دي عذبت الناس والله، لكن الحمد لله بس كلها ابتلاءات من رب العالمين. الناس تقول شنو في يدها ما في اي حاجة. بعد كده يا اخواننا شنو نخلي ملحن شوية كده، وبعد ذاك نديه شنو البودرة بتاعت الصفق الكركديه او الكركنجي. نضيف الكركنجي ان شاء الله شكل الملاح نجيب ما شاء الله. شايفينه نطلع وش كيف. بعد كده نضيف الثوم. بسم الله. نحركه شوية وطوالي كده نضيف عليه الكركنجي مباشر. نضيف الكركنجي نضيف. بسم الله. طبعا طعمه زي الروب حامض يعني، عنده حميض حادق وحلو شديد. اخوانا اكتبوا لي في التعليقات انكم عايزين يعمل لكم شنو عشان انا برضو اعمل لكم. اكتبوا لي برضو تشاهدوني من يا بلد. الحاجة دي بالنسبة لي انا مهمة شديد يعني. في ناس طبعا بيعملوه باللحمة الجاف برضو، ممكن عادي يعني برضو يعملوه. نضيف الكزبرة والفلفل الأسود. بعد كده يا اخوانا نخليه يتسبك
ويعمل وش. نرجع لكم بالنتيجة النهائية. دي نهاية الملح يا اخواننا، ما شاء الله. خلاص كده لقيناه يتسبك واخد وقته المفروض ياخده فيه. بعد كده شنو نقدمه في طبق التقديم. دي يا اخواننا نهاية الكركنجي بتاعنا، وعملنا له رز. دي نهايته. تسلموا كتير ودمتم على الف خير. ما شاء الله ملح ضابط حلو شديد، تاكلوه بالهنا ان شاء الله يا رب لو عملتوه. تسلموا كتير ويديكم العافية ودمتم على الف خير، ونشوفكم في فيديو تاني ومحتوى جديد ان شاء الله. ولو عايزين اي حاجة يعني حاولوا اطلبوا مني في القناة عشان انا انفذ لكم. تسلموا كتير ويديكم العافية.